Audio Jungle. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل اكله جميله قوي، البيكاتا بالمشروم. في بيكاتا لحمه وفي بيكاتا فراخ. احنا النهارده هنعملها فراخ، ومعانا مشروم ومعانا صدور فراخ. ممكن نستبدلها باوراق مخليه براحتك. الوراق طبعا بتبقى قطره وكده وانعم في الاكل، بس براحتك المتوفر عندك. اول حاجه هنحط معلقه زيت على معلقه زبده على النار، وقبل ما تسخن هنتبل البانيه بتاعنا. بهارات، رشه بهارات كده ورشه فلفل وهنحط رشه ملح. هنتبله كويس بحيث ان من كل ناحيه تكون التوابل واصله. مش هنسيبها في التتبيله كتير ولا اي حاجه. احنا زي ما قلنا حطينا على النار زيت على زبده. بصوا كده الزيت على السمنه سخنت. هننزل بالقطع الصدور بتاعتنا. هتاخد لون معانا كده ذهبي. كده هنسيبها على النار لحد ما تاخد معانا لون ذهبي. هنقلبها طبعا دقيقتين لحد ما تاخد معانا اللون. طبعا الزيت والسمنه دي مش هنستغنى عنها، هنستعملها طبعا، هنكمل بيها ده الوصفه بتاعتنا. بصوا كده ياخد معانا اللون الذهبي اهو. هنطلعه طبعا الزيت على السمنه سخن معانا ولونه غمق. فطبعا احنا عادي كل ما بيسخن كل ما بيدي للصوص بتاع الفراخ شكل احلى اهو كده. هننزل بالبصله بتاعتنا. هنحط معلقه توم صغيره قوي، يعني حوالي فصين توم. وهنقلبها لحد ما تاخد معانا لون ذهبي. هنسيبها تاخد معانا لون ذهبي خفيف. بصوا حبايبي، بصوا هنحط رشه بس سكر، يعني حوالي ربع معلقه كده، تديها اللون البني. هنكرمل طبعا في البصله، هيدي الصوص بتاعها اللون البني المكرمل ده، يكون جميل قوي. هننزل بالمشروم اللي معانا، طبعا الكميه اللي انت عايزاها براحتك. طبعا مشروم مع فريش او اي معلبات، يعني لو براحتك سوبر ماركت المتاح عندك. هننزل بحوالي معلقتين دقيق. طبعا احنا قلنا الدقيق ده للربط يعني. نهدي النار خالص، يعني هو بيطفش عليا وانا بصور.
وهننزل بالفراخ بتاعتنا. وبتكوني مجهزه جنبك كوبايتين، حوالي كوبايتين ميه سخنه، بس على حسب طبعا الكميه اللي معاكي، ممكن اكتر او اقل. طبعا ريحه البصل مع الثوم خطيره. طبعا لو عندك مرقه تحطي مرقه، ما عندكيش تحطي ميه سخنه المتاح عندك. هتاخد غلوه واحده كده، وبعد كده هننزل بالكريمه بتاعتنا. لو ما عندكيش كريمه طبخ البديل بتاعها معلقتين قشطه على كوبايه لبن. هنظبط الملح بتاعه والفلفل الاسود. بصوا هي ابتدت ان هي تتقل معانا اهي، انا مهديه النار عليها خالص. هنحط شويه فلفل اسود بسيطه قوي طبعا، لان احنا حاطين على البانيه، وشويه بهارات. كده خلاص هننزل بالكريمه بتاعتنا. هنعلي بقى النار كده. بصوا كده خلاص ابتدت تتقل معانا خالص. بصوا لونها جميل قوي ازاي. هنظبط الملح بتاعها وكده خلاص جاهزه معانا. طبعا زي ما قلنا ممكن تقدميها مع رز ابيض مع خضار سوتيه، بيبقى جميل قوي. طبق واحد وفيه كل الفوائد والقيمه الغذائيه بتاعته عاليه. بصوا بنغرفها كده. طبعا زي ما قلنا بنعمل معاها رز ابيض وشويه خضار كده سوتيه، تكون جميله قوي. وممكن كده مع بطاطس محمره مع شويه سلطه برضو بتكون جميله. لازم ننوع طبعا في اكلاتنا كلها عشان الولاد طبعا وما يزهقوش. بصوا الصوص بتاعها تحفه. انا بصراحه بحب المشروم ده ادخله في اكتر من اكله. وهنحط رشه خضره كده بس بسيطه. ايه رايكم بقى في الطبق ده؟ بقى جميل قوي، وزي ما قلنا القيمه بتاعته الغذائيه عاليه قوي. ما تنسوش اللايك والشير عشان يوصلكم كل جديد، واستنوني في فيديو جديد ان شاء الله، وتوحشوني قوي لحد الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.